النبي شعيب عليه السلام هو مميز يعني بذكره في القرآن الكريم ولقبه كخطيب الأنبياء، وهو واحد من الأنبياء العرب الذين أتى ذكرهم في القرآن، شعيب وهود وصالح ومحمد صلى الله عليه وسلم. وبذلك عمليا يعني يرتقي السيد شعيب عليه السلام إلى هذه المرتبة ليكون خطيب الأنبياء، حيث أن قصته وردت في عدة صور في القرآن الكريم، منها سورة هود والتي تتحدث عن قصته مع قوم مدين إذ بعثه الله سبحانه وتعالى داعيا ونذيرا ينذر قوم مدين ويدعوهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، ويعلمهم الحلال من الحرام، ويحرم ما كان في المجتمع آنذاك من الزيغ في الكيل والميزان، ويدعوهم إلى التوحيد. فكلنا نعلم يعني كيف انتهت القصة بتكذيب قوم مدين وقوم الأيكة لشعيب وما حل بهم من عذاب. طيب، يزدحم المقام الشريف في هذه المناسبة بالزوار اللي بيأتوا هيك لا يا عمدي، لا يا فاضل اشغال الاعمال. بعدين بحطوا الاكل على الارض وبقدم زي المحاسن. في كثار من هذا